ستاد ويز مي هي نوعية فيديوهات الواحد بيكون بيشتغل وانت تجيب حاجاتك وشغلك كله اللي انت هتعمله وتشتغل معاه. اهميتها ان انت تلاقي حد ونس ليك انك تقعدوا تذاكروا سوا، بدل ما انت تكون قاعد بتذاكر لوحدك وفاكر ان انت لوحدك اللي بتذاكر وانت لوحدك اللي في الكون كله قاعد بتذاكر وتفضل ملان. لا، انت ممكن تشغل الفيديو وتقعد تذاكر معاه. الفكره كلها انك ما تحسش انك لوحدك بس. واحسن طريقه ذاكرت بيها لحد دلوقتي هي 50 دقيقه مذاكره و10 دقائق بريك، وهكذا افضل اعيد 50 و10 50 و10 لحد ما ازهق بقى. الفكره هنا انك بتتحدى نفسك انك هو ده بيذاكر 50 دقيقه فانا كمان هذاكر ال 50 نفس ال 50 دقيقه اللي هو بيذاكرهم، ونفسك مش هتخليك تقوم بسرعه. فاهم؟ اللي هو انا في تحدي فلازم اكسب الشخص اللي بيذاكر ده وافضل معاه ال 50 دقيقه. فاهمني؟ شويه نصايح كده يا ريت تعرف اللي حواليك في البيت، اللي هو ما حدش يبعتك مشاوير في ال 50 دقيقه اللي هتذاكرهم دول، ما حدش يقعد يناديلك ما يقولكش تعالى تعالى كل، ما حدش يدخل عليك مبدئيا يعني. وبرده الموبايل، المهم انك تتصرف ما تخلوش يشتتك باي طريقه. ويستحسن يعني انك تذاكر من حاجه تانية غير الموبايل، وقلل الكواليتي على قد ما تقدر عشان تحافظ على الباقه بتاعتك. فاهمني؟ هي مش فلوس حرام. انت وصل لك الفكره؟ خليها مثلا 360 144 240 اي حاجه، اللي هو اكتر حاجه تحطها اللي هو 360. وانا هصور الفيديوهات بعد كده بكواليتي اقل، بحيث انك تكون مجبر انك ما تشغلش مثلا انه ما يعملش اوتو مثلا ل 4K او حاجه. وبس انا بساعدك وانت تساعدني وكلنا نساعد بعض بحيث ان كلنا ان شاء الله نوصل للهدف اللي احنا عايزينه. وانا هعمل لك سلسله فيديوهات كده كده، مش عارف هيكون اسمها ايه، او بس اعتقد اللي هو شرارة التغيير، اللي هو احنا كلنا هنتغير، كلنا هنبقى احسن، كلنا هنبقى احسن فيرجن من نفسنا ان شاء الله يعني. فبس ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك. ولو حد صاحبك عايز يذاكر معاك او انتوا الاتنين تتحدوا بعض مثلا، ابعت له الفيديو قول له يلا نذاكر اعمل كذا. وده بكل بساطة يعني ايه ستادي ويز مي، اللي احنا ان شاء الله هننزل فيديوهات في القناة هنا. اتأكد انك مشترك تاني واعمل لايك. اي حاجة، فاهم؟ اي كومنت. يلا سلام، هروح اذاكر بقى. باي.